الله يسلمك. اولا كما هو صعب على اهاليهم صعب علي، لانه انا ابوهم هذول. جميل. في الجامعه الاساسيه. لكن يا اخي الحبيب، احنا لما فتحنا بالاسباب، ليست هناك اسباب موجبه لهذه المشاكل. نعم. انا هاي السنه الرابعه رئيس للجامعه الهاشميه، اول مره يحدث في تاريخ الجامعه الهاشميه هذا الاختلاف. والسبب المشكله خلاف بسيط بين طالبين، جحني وجحن ما احترمني ورد علي. يا سلام. تنقلب منها قيس ومضر، ويجتمعوا عشيرتين ومناطقيه بهذه الطريقه، وبعدين يعني اعطينا انذار مبكر. يعني جميل. اولا الامن كان متواجد حتى نوصلهم رساله انه ترى احنا شايفين ومتابعين، ثم قبل المشكله نادينا الجهتين، اصلحناهم باعماد شؤون الطلبه من 10 الى 2 نقنع فيهم حتى اصلحناهم ووقعناهم على تعهد. ثم اكتشف بعد ذلك انه هذول اللي وقعوا على تعهد انسحبوا وجابوا الصف الثاني والثالث. يعني تواجد عماده شؤون الطلبه مع الامن الجامعي، مع الرئاسه، مع الاداره، مع الاكاديميين، اقناعا وتوجيها وتحذيرا بان العقوبات انا اذا وقعت تقع، لان العقوبات زاجره ومانعه. صحيح. ففي نظام تأديب الطلبه الماده 12 يحق لرئيس الجامعه دون تشكيل لجان اشد العقوبات لمن حرض او ادى الى مستجدات تعيق العمل الجامعي. ولذلك بناء هذا بالنظام وليس بالتعليمات. احنا بعد ما يعني اخذنا معلومات من الكاميرات ومن الجهات الامنيه الداخليه والخارجيه وبالمشاهدات، استطعنا واحنا المشكله الخميس سبت جمعه احد واحنا مداومين بالجامعه تافلترنا 42 جسم. هذا الكلام انا هذه جامعه، وهذه الجامعه يؤسف لي انه 80% منهم هذول ابناء متقاعدين. ما بصير انت انا اعطيك منحه واعطيك جسيم وتيجي عندي تخرب الجامعه. دكتور فواز سامحني رساله لابناء الجامعات في الاردن والوطن بشكل عام. لا يجوز ان تعبث نحن نبحث عن التميز والعالميه، ورفعناها شعار من الهاشميه الى العالميه. وفي اليوم الذي حصلت فيه المشاكل حازت المملكه الاردنيه الهاشميه على اعتراف المملكه العربيه السعوديه بكل الجامعات الاردنيه الحكوميه والخاصه، ثم جامعه العراق الشقيق واقليم كردستان. طب انا كيف بدي اسوق جامعاتي وفي مشاكل في الجامعات على قضايا تافهه نستطيع حلها في الجامعات؟ واذا كل طالب اراد ان يحل مشكلته بايده او من خلال عصبيته او قبليته، وين دور الدوله الاردنيه؟ وين دور الجامعات؟ وين عماد شؤون الطلبه؟ وين الرئيس؟ صحيح. وهذا دكتور فواز، وهذا يختلف كليا ويتناقض مع توجهات الدولة في أن يكون عمل سياسي جوا الجامعة. العمل السياسي أساسه الحوار وأساسه النقاش وأساسه الانفتاح والتواصل. نعم. أنا سؤالي لك دكتور فواز، اليوم بعض الأبناء الجامعات ممكن يقول لك أو طلاب الجامعات يفصلوني، ما أنا بروح باخذ موادي بروح على أي جامعة خاصة وبكمل دراستي هناك. هل هنالك تنسيق مع التعليم العالي لتكون العقوبة رادعة؟ الجامعة لا يقبل لا بجامعة خاصة ولا الحكومية. لا يقبل. نعم. جميل. في تنسيق بين الجامعات. نعم. الأمر الآخر، هل هذا الفصل نعم هذا القرار فصل 42 فصلا نهائيا حتى ما نظلم. نعم. حتى لا نظلم الطلبة، تشكل لجان ويسترحم الطلبة خلال 15 يوم. صحيح. ويتم التحقيق وتكيف العقوبات حسب الجرم. من ثبت عليه لن يرحم، ومن لم يثبت عليه يبرأ، ونفرح بذلك. والله أنا سامحني ما بصير كإعلامي أبدي رأيي بهذا الصراحة والوضوح، لكن أحييك وأشد على يدك. وأنا امبارح قرأت لك تصريح أنك سترفض ولن تقبل وساطة أحد. هل بدأ الناس يتوسطون لك دكتور فواز في هذا الموضوع؟ احنا أمس اجتمعنا في مركز الأزمات برئاسة سمو الأمير فيصل ورئيس الوزراء ووزير الداخلية والأجهزة المعنية. ممتاز. وقلت لهم هذا الأمر، والله رئيس الوزراء تحدث قال أنا إذا تدخلت لا تقبل واسطة. جميل جدا. إذا نعم. هنالك من مركز الأزمات قرارا واضحا بدعم قرار الدكتور فواز في هذا الموضوع. نعم. نعم. أنا أسأل الله أن يتمم الأمور على خير ويكون هذا درس لكل من يسول لنفسه من طلاب الجامعات كلهم إنه يمد إيده. أنت ذكرت معلومة بدي أوقف عندها لما قلت 80% من طلاب الجامعة أبناء مكرمة، تقصد مكرمة جيش؟ لمكرمات عامة سواء جيش أو غير جيش. معناته ما بصير تأخذ مكرمة أو تأخذ جسيم وتيجي على الجامعة تخلق لي مشاكل والله. وتأرق وتقلق الطلبة والأساتذة والعمل.
إذا المقصود من طلاب الجامعة وليس من الذين قاموا بعمل مشكلة. لا من طلاب الجامعة. من طلاب الجامعة. نعم. أسأل الله أن يبارك بجهدك يا دكتور فواز، وأن يعينك على إدارة هذا الملف إن شاء الله تعالى، ويكون عبرة لبقية الجامعات إن شاء الله. يعني أنا بدي أقول قلبي يتقطع على أبائهم وأمهاتهم، يعني والله هؤلاء الطلبة لا يدركون حجم الألم الذي يقع على الوالد والأم، لكن بدي أقول أن الوالد والوالدة يجب أن يتابع أبنائه ويوصيه أن أمرس لك أن تكون رسول علم. تفتح من مشكلة. وأن هناك مرجعيات في الجامعة لحل أي مشكلة أو مظلمة تنزل فيه. أما إذا كل واحد بده يأخذ حقه بيده، ما عاد الدولة ولا عاد نظام ولا عاد الجامعات. الله يقويك يا دكتور فواز، شكرا جزيلا لك، كل الشكر والتقدير لك يا دكتور فواز عبد الحق زبور رئيس الجامعة الهاشمية. شكرا يا سيدي. شكرا حبيبي.